لما كنت بقعد مع اصحابي على الكافيتيريا كان طبيعي زي اي شاب بنجيب في سيره الجن والحاجات دي، ويبتدي كل واحد يحكي عن تجارب لحد قريبه وكده، وانا اللي كنت دايما بفضل ساكت ومش بتكلم. بس النهارده انا جاي لك يا جدع عشان احكي لك حاجه حصلت معايا انا شخصيا. انا اتعاملت مع الجن نفسه، ما تستغربش لاني كمان كنت السبب بموت ناس قريبه مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا جدع، يا رب تكون بخير. الكلام ده لكل جدع في العصابة. أتمنى يا جدع تعمل لايك علشان تدعمني معنويا ونفسيا وتحفزني إن أنزل لك تاني. وأنا آسف طبعا إن ما نزلتش حاجة بقالي 10 أيام. بإذن الله هنظبط الدنيا في الأيام اللي جاية. وطبعا كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يتقبل منا جميعا. ولو أنت أول مرة تشوفني اشترك يا جدع واعمل لايك واكتب كومنت جميل زيك. وبس كده، يلا بينا على قصة النهارده. أول مرة شفته فيها كنت صغير، أفتكر يمكن كان عندي 10 سنين تقريبا. وقتها ماما وبابا قرروا إن أنا لازم أبدأ أنام في أوضتي لوحدي بعد ما كنت بنام معاهم في الأوضة. في السن ده قرارهم بالنسبة لي كان مرعب. يومها بقى ماما فضلت جنبي لحد ما رحت في النوم، بس قلقت بعد شوية. يمكن قلقت عشان كنت عايز أشرب، ويمكن قلقت عشان حسيت بيه، بس مش مهم صحيت من النوم ليه. المهم ان لما صحيت كان في الاوضه. الاول فكرت ظل عادي بسبب ان الاوضه ضلمه وكده، وان لسه صاحي بقى من النوم، وعارفين انتوا النغمشه اللي بتيجي في العين دي. وكمان الاوضه كانت ضلمه، والنور اللي داخلها هو نور القمر او نور الشارع الخفيف، بس الظل مش بيتحرك في الضلمه بالشكل ده. وقتها بقى بدات اركز معاه، وكانت عينيا بدات تاخد على العتمه. كان خالي اسود خفيف مش ظل، كان بيتحرك علشان يتدارى في الضلمه. بس لما هو عارف ان انا شفته خرج من مكانه وقعد جنبي على السرير. وعلى الرغم من ان هو ظل اسود خفيف شبه شفاف، الا انه مكان ما قعد على السرير المكان ده نزل شويه لتحت. انا نفسي حسيت بتقل جسمه على السرير. كنت خايف، لا كنت مرعوب وقتها. بس هو ابتسم، وما تسألنيش بقى انا عرفت ازاي ان هو ابتسم رغم ان ملوش ملامح اصلا. بس انا فاكر ان هو ابتسم، ودي بقى كانت اخر حاجه فاكرها قبل ما اصرخ بجنون وانا برمي الغطا في الهوا وبخرج جري من الاوضه زي المجنون بالظبط. رحت اوضه بابا وماما وقعدت اعيط واصرخ وانا بحاول اقول لهم ان فيها عو عندي في الاوضه. طبعا يعني اخدوا وقت لحد ما فهموا سبب حاله الهستيريه اللي انا دخلت فيها دي. وفي النهايه بقى قالوا لي ان مفيش حاجه اسمها عو، واني بس خايف عشان اول مره انام لوحدي، واني لازم اتعود على كده. وبعد عياط كتير وزن اكتر وافقوا ان انام جنبهم النهارده. وتاني يوم بالليل صحيت من النوم فجأة، والمرة دي ما كانش بيحاول يتدرى أبدا. المرة دي كان واقف قدام السرير بيراقبني وأنا نايم. وتاني مرة أحس إن هو مبتسم، وقبل ما أصرخ تاني رافع إيده وشاور بيها على شفايفه عشان أسكت. وفعلا بلعت ريقي بصعوبة، وبلعت معاه أي صريخ أو دوشة كنت ناوي أعملها. وقال لي حاول تهدى وتفهمني، لأن كده محدش هيصدقك. صوته كان مرعب، صوته كان تقيل وبينطق الحروف ببطء قوي. مد ايده ناحيتي بس لا، ما كنتش ناوي المسها. هزيت راسي من غير ما انطق بكلمه. بصلي بكل غضب وابتسامته اختفت وهو بيقول طيب لازم تعرف ان ما بيتقاليش لا، وكل ما هتقول لا هيكون في عقاب. ساعتها ما قدرتش اتحمل. الدنيا لفت بيا وانا بحس بميه دافيه بتغرق وسط اللي تحت. وقتها انا عملت حمام على نفسي من كتر الخوف، وكل حاجه بقى لونها اسود. صحيت على صوت صريخ، قمت من مكاني مخضوض، جسمي كله بيتنفض. وكان ده كان صوت امي وهي بتصرخ. قمت من النوم جري ناحيه اوضه بابا وماما. ساعتها شفته كان نايم على السرير وما كانش بيتحرك، وعلى وشه ابشع نظرات خوف ممكن تشوفها في حياتك. عروقه باينه وكلها باللون الاسود في وشه، ايده متصلبه على شكل رقم 1 وكان حاططها فوق صدره. والدكتور لما شافه قال ان هو مات بسبب ازمه قلبيه حاده، ومن شكله قال انه غالبا حلم بكابوس بشع او شاف حاجه ما كانش المفروض يشوفها. وبعد الدفنه والعزاء رجعنا البيت. ماما كانت في حاله نفسيه مش كويسه تماما. دخلت اوضتها وسابتني واقف لوحدي في البيت. دخلت اوضتي وحاولت انام شويه، بس شفته في المرايه اللي قدام سريري بالظبط. كان واقف جنب السرير، على الرغم انه ما كانش موجود في الاوضه الا انه كان موجود في المرايه. رفع ايده ببطء وكف ايده كان مفتوح، وكان بيشاور برقم 5. ابتسم ابتسامه مرعبه وهو بينزل صباع منهم، وفضل رافع 4 صوابع واختفى كأنه ما كانش موجود أصلا. يومها نمت من التعب بهدومي زي ما أنا كده. كنا في نهاية الصيف، فالجو بقى حر ولازم أفتح المروحة، بس الشتاء قرب فلازم أتغطى ببطانية خفيفة. بس إحنا لسه صيف فجسمي بيسخن من البطانية. كان الحل البسيط المتعارف عليه إني أشغل المروحة وأتغطى ببطانية خفيفة وأخرج رجليا بره البطانية عشان تتهوى يعني شوية. ونمت فعلا بالشكل ده لحد ما صحيت على لمسة باردة جدا. ايد باردة زي التلج ماشية على رجلي. بصيت ناحية رجلي بعدم تركيز، شفته ايد سودا خارجة من تحت السرير ببطء وماسكة رجلي وبتشدني لتحت. صرخت وانا بتعدل على السرير. ساعتها الايد اختفت تحت السرير تاني، وسمعت همس مرعب بيقول قلت لك انا ما بيتقاليش لا. وللمرة التانية تبولت على نفسي من الخوف. بس المرة دي كانت مختلفة. المرة دي لما صحيت البيت كان ساكت،
صمت مش طبيعي مسيطر على كل حاجة. بصيت في الساعة، العرب الكبير عند 11 والعرب الصغير عند 1. كده الساعة داخلة على 2 تقريبا. هي ماما لسه نايمة لحد دلوقتي، بس لما دخلت الأوضة عرفت إنها مش نايمة، كانت زي بابا ميتة على السرير، وشها كله مليان عروق سودا جز على أسنانها لدرجة إنه كام سنة منها اتكسروا. عروق رقبتها كانت باينة قوي، وبرضه عروق رقبتها كانت سودا، والمرة دي كان إيديها متصلبة على رقم 2. نسيت بحركة ورايا، بصيت بسرعة وشفته كان واقف ورايا على باب الأوضة. المرة دي كان رافع إيديه، 4 صوابع مرفوعين وواحد نزل، وقبل ما أعمل أي حاجة نزل صابع كمان، وفضل 3 صوابع بس مرفوعين. قالوا لي بعدها إن ماما ما قدرتش تتحمل إن شريك حياتها وحبيب عمرها سابها، والحزن كان أقوى منها وسيطر عليها لدرجة إن هي حصلته. بس أنا كنت عارف إن الكلام ده كله كان فاضي. هو السبب، أو بمعنى أصح أنا السبب. أنا اللي بقول له لأ، وفي كل مرة هقول له لأ ابني ويموت حد من اللي بحبه. ساعتها عرفت الحل، والحل الوحيد إني ما أقولوش لأ وأسيبه يعمل اللي هو عايزه. وبعد دفنة أمي خدوني أعيش عند عمتي اللي جوزها ميت ومتخلفش، كانت عايشة لوحدها. وبصراحة عمتي سناء كانت أطيب مخلوق في الكون، عشت معاها سنين طويلة، كانت أسعد سنين حياتي. وزائر الليل ده ما قربش مني طول السنين دي لدرجة إني نسيته، وفكرت وقتها إن هو كمان نساني، أو ده اللي كنت فاكره. جالي بعد 11 سنة، وقتها كان عندي 21 سنة، نايم في أوضتي عادي وبلعب في تليفوني شوية اللي قبل النوم دول. لمحت ضرفة الدولاب بتتفتح ببطء، ورغم عتمة الليل ورعشة روحي عرفت إن هو جه. خرج من الدولاب وواقف قدامي، ومن غير كلام كتير مد إيده. المرة دي بقى كنت عارف قواعد اللعبة كويس. اترددت ثواني، افتكرت فيهم كل حاجة عشتها مع عمتي، والحقيقة يعني قراري كان سريع. عمتي ما تستحقش ده أبدا، وساعتها مديت له إيدي أنا كمان. حسيت ببرودة جسمه وهو بيحتل جسمي، وهو بيسيب علاماته على روحي. سكن جسمه وسيطر على كل حاجة. سمعت أفكاره وعشت أحلامه، وعرفت هو شايف الدنيا إزاي. يومها كنت مجرد لعبة، عروسة لعبة بيحركها بإيده زي ما يحب، وأنا ماليش حق الاعتراض. فاكرين قضية عجوز التجمع المشهورة؟ أنا السبب فيها. يومها هو اللي راح التجمع وهو ساكن جسمي. مش فاكر ايه اللي حصل، لان اللي انا فاكره هو شويه لمحات كده ولقطات مهزوزه. بس اللي فاكره كويس ان الراجل العجوز ده ما يستحقش الطريقه اللي مات بيها. ولما رجعنا البيت خرج مني. ساعتها شهقت شهقه كبيره جدا، زي ما كنت غرقان ورجعت تاني عشان اخد نفسي. رميت جسمي على السرير وانا بنهك ومش قادر اخد نفسي، جسمي مكسر وعظمي كله بيصرخ من الوجع. لمحته وهو راجع الدولاب تاني. ساعتها ناديت عليه وسالته ليه، وبصوته المرعب وكلامه المنطوط وحروفه البطيئه قال لي 13 اعتدى على 13 طفل ودمر طفولتهم. ما كنتش قادر انطق، بس كان لازم أنا افهم. سالته طب ليه دلوقتي؟ رد عليا وضلمة الدولاب بتبلعه. عشان كان هيموت بكره وهو نايم، موت هاديه وعاديه، وهو ما يستحقش يموت في سلام، كان لازم ياخد عقابه. نمت يومها نوم عميق زي القتيل بالظبط. عمتي بتقولي انها حاولت تصحيني اكتر من مره، بس انا ما كنتش قادر، وصحيت في النهايه عشان اكل زي الحمار. يومها فهمت اللعبه كامله. هو قادر يقتل الابرياء اللي مفيش فيهم شر زي ماما وبابا بسهوله، بس شياطين البشر سوادهم اقوى منه، فمش بيقدر عليهم، ولازم يستعين بحد زيي عشان يديه جسم مادي يقدر يستخدمه براحته. صحيح سواد شر البشر اقوى من اسود شرور الشياطين. الموضوع اتكرر بعدها كذا مرة. سباك المعاد اللي قتل 4 ربات بيوت، وطباخ السيدة اللي سمم 12 فرح، وميكانيك عباس العقاد اللي فك فرامل 65 عربية، وغيرهم. كان بيخلص ذنب ضحاياهم فيهم قبل ما الموت ياخدهم من وسطنا، وكان بيستخدمني انا عشان يخلص منهم. انا كنت بسيب له نفسي عشان اساعده ونخلي العالم مكان احسن، لكن دوام الحال من المحال. كان لازم يجي اليوم ونختلف. انا فاكر اليوم ده كويس قوي. كنا في العجمي في اسكندريه، وفوجئت في اللحظه الاخيره ان الضحيه المره دي طفل، ورفضت طوعه وقاومته. وكان كل ما يمد ايده ارجعها، وكل ما اخد خطوه لقدام ارجع انا خطوتين لورا، لحد ما الواد حس بينا وصرخ. ويومها رجعنا البيت وصرخت فيه اول ما خرج مني، وقلت له انت مجنون، ده ولد طفل صغير، هيكون عمل ايه يعني؟ قال لي بغضب هيعمل، لسه هيعمل. هو دلوقتي بيقتل الحيوانات بس، وده بيوصله للذة ونشوة ما يقدرش يقاومها. هيدمن لذة القتل ويتعود على نشوة الموت، وهيبقى قاتل متسلسل بعدين. ورديت عليه وقلت له هيبقى انت بتعرف الغيب ولا ايه؟ قال لي بغضب محدش بيعرف الغيب، بس انا بتوقع اللي هيحصل. انا عايش من سنين ما تقدرش تتخيلها، وشفت اللي بيحصل ده 1000 مرة. خلينا نخلص منه قبل ما يكبر، وبكده هننقذ ارواح كتير من البشر. قلت له انا مش هقتل عيل صغيره، مش هسمح لك ابدا انك تقتل عيل صغير. هز راسه ودخل الدولاب، ونمت يومها زي القتيل. بس صحيت على كارثه. عمتي حصلت بابا وماما، وشفته بينزل صابع كمان، وفضل 2 مرفوعين واختفى.
لا بقيت بشوفه ولا بسمع عنه. كام سنة كده حياتي هديت وبقيت إنسان طبيعي. وقتها اتعرفت على مروة واتجوزنا بعد سنة وخلفنا بنت زي القمر اسمها سهيلة. بعدها بسنتين زارني وقلقت من النوم وما لقيتش مروة جنبي. ابتسمت، أكيد راحت نامت جنبي سهيلة، ما يقدروش يستغنوا عن بعض. بتقلب عشان أنام على الجنب التاني، شفته واقف جنب السرير ومدد ايده. الزمن وقف في اللحظة دي. فكرت في 1000 سيناريو وفكرت في 1000 حاجة. سألته مين؟ قال لي ببرود: الولد كبر شوية وشهوة القتل كبرت جواه، لازم نتصرف قبل فوات الأوان. هزيت راسي بالرفض، نزل صابعه وهو بيبصلي بغضب. هزيت راسي تاني بالرفض، نزل صباعه التاني. قلت له: لو قربت من مروة وسهيلة وما كملتش الجملة. وقال لي بسخرية: هتعمل ايه يعني؟ انت أقل وأحقر من إنك تعمل حاجة. سيبك تفكر وهاجي بكرة. لو قلت لي لأ انت عارف انا هعمل ايه. شاور على صوابعه الاتنين فيما معناه انه هياخد مني الاتنين سوا. افتكرت الطريقه اللي مات بيها بابا وماما وعمتي، وقلت في نفسي: لأ، مروة وسهيلة ما يستاهلوش كده. انا عارف انا هعمل ايه كويس. الموت زي النار، مش هيقف غير بالموت. مسكت ورقه وكتبت فيها: سامحيني يا مروة، سامحيني يا سهيلة، انا عملت كده عشان بحبكم. مسحت دموعي وفتحت درج المكتب، طلعت مسدسي وشدت الاجزاء. واللي بعتلي قصة النهارده هي مروة، وقالت لي اتمنى تخلي الناس تترحم على جوزي. وبكده نكون خلصنا حلقة النهارده او قصة النهارده. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت جميل زيك وتقول لي فيه رايك. وما تنساش طبعا تصلي على النبي عليه الصلاة وافضل سلام وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وطبعا قبل ما اختم واقول الله يبارك لكم، القصة دي انا زيها قبل كده صوتية، وفي قصة صوتية انا بعمل تمثيل اذاعي، يعني الشخصيات بيكون فيها تمثيل وهكذا. هتلاقي الحلقة دي في الديسكريبشن او في اخر في البتاع اللي بيطلع في الاخر ده. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.